هذه إذاعة إرنا. المستمعين الأعزاء والمستمعات العزيزات متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 23 من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم أولا تناول استعدادات إريتريا لمجابهة هذا المرض، وفي الجزء الثاني نقدم لكم برنامجا توعويا حول هذا المرض الذي يجتاح العالم حاليا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار وهذه أبرز عناوينها. منظمة الصحة العالمية توجه إنذارا شديد اللهجة لأفريقيا، تحذيرات من المعلومات الطبية الخاطئة. كانت هذه مستمعي ومستمعات الأفاضل عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. وجهت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي تحذيرا شديد اللهجة لأفريقيا، ودعتها إلى الاستفاقة لمواجهة الخطر المتمثل بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن القارة يفترض أن تستعد للأسوأ. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدحانوم غبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لأفريقيا هي الاستعداد للأسوأ، والاستعداد منذ الآن. وفي تطور آخر، حث المدير الإقليمي للمنظمة في دول الشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري الأربعاء حكومات المنطقة على تأمين معلومات كافية عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد. هو قال في مؤتمر صحفي عقده مكتب المنظمة في القاهرة عبر الإنترنت: للأسف لن نتمكن من المكافحة إذا لم يكن لدينا المعلومات الكافية. وأضاف الدكتور: نحتاج إلى التزام عاجل وقوي من الحكومات لمكافحة هذه الجائحة، لقد حان الآن وقت العمل. للمزيد حول هذا الموضوع مستمعي ومستمعات الأفاضل، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث عقب نشرتنا الإخبارية. حذر أطباء وخبراء صحة من تداول المعلومات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل أن شرب السوائل الحارة يمنع الإصابة بفيروس كورونا، ومنع تناول المشروبات الباردة والثلج، وكذلك الغرغرة بالخل والماء المالح، حيث أن هذه الإجراءات لا تمنع الإصابة بالمرض. وطالب الخبراء الجميع بالالتزام بالنظافة وغسل اليدين وتجنب المخالطة القريبة. وأشار هؤلاء الخبراء كذلك بأن العديد من المعلومات تشير إلى أن أعشاب وأطعمة معينة لمنع المرض، وحتى الآن لم يثبت بشكل قاطع أن أعشابا أو أغذية محددة يمكن أن تمنع الإصابة. ونبه الخبراء أنه على الجميع توخي الحذر واتباع المعلومات الطبية الموثوقة التي تقدمها الجهات المعنية في بلدانهم لتجنب الإصابة أو التعافي بعد الإصابة بالمرض. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. منظمة الصحة العالمية توجه إنذارا شديد اللهجة لأفريقيا، تحذيرات من المعلومات الطبية الخاطئة. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم إلى نشرة للأخبار قدمنا لكم من إذاعة أرنا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات العزيزات والمستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وفيه نقدم لكم رصد لمدى استعداد إريتريا لمواجهة احتمالات تفشي الوباء فيها، ونقدم لكم في الجزء الثاني من البرنامج إرشادات توعوية حول المرض، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. بينما يرزح العالم تحت رعب فيروس كورونا المعروف أيضا باسم كوفيد-19، فإن أسئلة جادة تطرح حول مدى استعداد الجهاز الصحي الإريتري لمواجهة تفشي الوباء.
في 11 من مارس أصدرت وزارة الصحة الإريترية بيانا معتدا بنفسه بدرجة كبيرة، قالت فيه بنبرة من التفاخر: مرت 3 أشهر على انتشار وباء فيروس كورونا في الصين. منذ تلك الفترة انتشر المرض في كافة قارات العالم وبوتيرة تنذر بالخطر، وأصيب 10,000 شخص وتوفي حوالي 4,000 آخرين حتى 11 من مارس الماضي، ولم يصب ولا شخص واحد في إريتريا حتى تاريخه، رغم أن البلاد ترتبط بمواصلات جوية وبرية وبحرية بدول متأثرة بالمرض. واستمر بيان وزارة الصحة في القول بأن الوزارة سوف تصدر توجيهاتها للمواطنين والمقيمين وتطلب منهم إلغاء سفرياتهم برغبتهم. وأكد البيان بأن المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران سوف يتم حجرهم صحيا. ولا زالت الوزارة تصدر توجيهاتها للمواطنين، ولكن يظل السؤال قائما: هل البلاد مستعدة فعلا لمواجهة تفشي الوباء؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. دعونا نتأمل استجابة إحدى الدول الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس. ففي فرنسا، حيث مقر إذاعة إرينا والتي أصبحت تعرف بفرنسا المعزولة، أصدر الرئيس قرارا ببقاء المواطنين في منازلهم لمدة 15 يوما، قابلة للتمديد في إجراء يهدف إلى الحد من تفشي الوباء والذي انتشر في البلاد بصورة كبيرة. ففرنسا تعاني من 7,730 حالة إصابة مؤكدة، منها 75 حالة وفاة ووجود حوالي 700 مريض في العناية الفائقة، وهذا من أصل 200,444 حالة إصابة في العالم، منها 8,257 حالة وفاة. وصلت المستشفيات في فرنسا إلى درجة الامتلاء، الأمر الذي دفع السلطات إلى فتح المستشفيات العسكرية لاستقبال الحالات الجديدة من الإصابات. إذا كان هذا هو الأمر في بلاد تتمتع بنظام رعاية صحية ذو كفاءة عالية، فكيف سيكون الوضع في إريتريا؟ هذه إذاعة إرينا. بقاء إريتريا نظيفة من الفيروس حتى الآن ليس إنجازا للحكومة الإريترية، بل الفضل فيه، وإن كان فيه فضلا من الأساس، يعود لحالة منع التحركات في الداخل والخارج والتي استمرت خلال 25 سنة الماضية. فعدد الطائرات التي تهبط في مطار أسمرة قليل جدا، وليس من ضمنها طائرات من الصين، وحتما كذلك ليس من إيران، مع بقاء الحدود مقفولة لفترة طويلة مع إثيوبيا والسودان وجيبوتي، وهذا يفسر بقاء البلاد خالية من الفيروس حتى الآن. قد تستحق وزارة الصحة بعض الإطراء في إرشاداتها للمواطنين ضد الفيروس، ولكن هل هناك مؤسسات صحية لمواجهة الوباء في ظل الأمية والجهل الذي يضرب الريف بشكل خاص؟ إن أي مجهود تقوم به وزارة الصحة تهدمه الحكومة من ناحية أخرى، وذلك عبر احتمال التكتم على الحالات من ناحية، وجمع الألوف من الشباب في معسكر ساوا والكليات الموزعة في أنحاء البلاد. ويكون الوضع أسوأ في سجون البلاد التي تكثر داخل العاصمة، مثل سجن كارشيلي وتراك بي وسسرات وحزحز، إضافة إلى سجن معطر سيء الصيت شمال شرقي البلاد وسجن الدخالة جنوبها. إن الذين يعانون في هذه الزنازين معرضين لخطر الإصابة بأقل الأمراض خطورة، ناهيك عن فيروس كورونا. باختصار، أن التحدي الكامن أمام البلاد ليس هو في قدرتها على البقاء نظيفة من الوباء، بل باستعدادها لمواجهة أسوأ الاحتمالات. ولكن ما لدينا حتى الآن هو أن سياسات الحكومة الكارثية سوف تكون مهددة لحياة المواطنين في ظل خطر هذا الوباء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعي ومستمعات الكريمات إلى الجزء الأول من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وتناولنا فيه مدى استعداد إريتريا لمواجهة وباء فيروس كورونا. في الجزء الثاني من هذا البرنامج مستمعي ومستمعات الكريمات
نقدم لكم توعية حول الفيروس من تقرير طبي لمنظمة الصحة العالمية نشرته BBC يتناول أعراض المرض وكيفية الشفاء منه والوقاية حفظكم الله، فتابعوا معنا. هذه إذاعة إرنا. بدأ تفشي فيروس كورونا في الصين قبل أن ينتشر إلى ما يزيد على 145 دولة في شتى أرجاء العالم، ويتسبب في وفاة أكثر من 6400 شخص. فما هو هذا المرض؟ وماذا تفعل كي تقي نفسك من الإصابة به؟ ما هي الأعراض؟ يؤكد العلماء أن فيروس كورونا يحتاج إلى 5 أيام في المتوسط لتظهر أعراضه، التي تبدأ بحمى متبوعة بسعال جاف. بعد نحو أسبوع يشعر المصاب بضيق في التنفس، مما يستدعي نقله إلى المستشفى، ونادرا ما تأتي الأعراض في صورة عطس أو سيلان مخاط من الأنف. كما أن ظهور هذه الأعراض لا تعني بالضرورة أنك مصاب بالمرض، لأنها تشبه أعراض أنواع أخرى من الفيروسات مثل نزلات البرد والإنفلونزا. ويمكن أن يسبب فيروس كورونا في حالات الإصابة الشديدة الالتهاب الرئوي ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، وقصور وظائف عدد من أعضاء الجسم، وحتى الوفاة. ويعد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مسبقة مثل الربو والسكري وأمراض القلب هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. وتستمر فترة حضانة الفيروس ما بين الإصابة وظهور الأعراض لحوالي 14 يوما وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ولكن بعض الباحثين يقولون أن هذه الفترة قد تستمر 24 يوما. وينصح الباحثون الأشخاص الذين يمكن أن ينقلوا العدوى سواء كانت لديهم أعراض أو لا بعزل أنفسهم لمدة 14 يوما لتجنب انتشار الفيروس إلى الآخرين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كيف أحمي نفسي من الإصابة؟ تقول منظمة الصحة العالمية أن غسل اليدين بشكل منتظم وشامل أمر بالغ الأهمية في المكافحة لتجنب العدوى بالمرض. ولم يعرف بعد على وجه الدقة كيف ينتشر فيروس كورونا من شخص لآخر، بيد أن الفيروسات المتماثلة تنتشر عبر الرذاذ مثل التي تنتج عندما يسعل أو يعطس شخصا مصاب بالقرب منك. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات، تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس، تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوي على الفيروس في الهواء، ويفضل الابتعاد عنهم لمسافة 1 متر. ما سرعة انتشار الفيروس؟ يتم الإبلاغ يوميا عن مئات الحالات الجديدة في شتى أرجاء العالم، وثمة اعتقاد بأن الوكالات الصحية غير مدركة على الأرجح للعديد من الحالات. وكان الفيروس قد بدأ انتشاره في الصين، وسرعان ما انتشر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، ومؤخرا سجلت حالات إصابة في بعض من الدول الأفريقية والعربية. ومع سرعة انتشار البرد والإنفلونزا في الشتاء يأمل البعض في انحسار الوباء مع تحول الفصول، ويمكن للإجازات المدرسية أن تحد كذلك من انتشار المرض. هذه إذاعة إرنا. ما مدى خطورة الفيروس وهل ستتحسن حالتي الصحية؟ تقول منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات 56,000 مريض أن 4 من كل 5 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا تظهر عليهم أعراض طفيفة فقط، وتضيف أن 80% يصابون بأعراض طفيفة و14% يصابون بأعراض قوية، أما 6%
فيمرضون بشكل خطير. وتبدو نسبة الوفاة بسبب المرض منخفضة بين 1 و2%، لكن هذه النسب غير مؤكدة، ويخضع الآلاف للعلاج حتى الآن، وقد يموت بعضهم. لذا من المحتمل أن ترتفع نسبة الوفيات، لكن من غير المعروف حتى الآن عدد حالات الإصابة الطفيفة التي لم يبلغ عنها، لذا يحتمل أيضا أن تقل نسبة الوفيات. وللنظر في الأمر بصورة أشمل، يصاب نحو 1 مليار شخص بالإنفلونزا سنويا، يموت منهم ما بين 290 و 650 ألفا، وتختلف شدة الإنفلونزا من عام لآخر. هل يمكن علاج فيروس كورونا والشفاء منه؟ يعتمد العلاج حتى الآن على إجراءات أساسية، وهي إبقاء جسم المريض قادرا على أداء عمليات الجسم الحيوية. على سبيل المثال، وضع المريض على جهاز المساعدة في التنفس لحين اكتمال قدرة جهاز المناعة لديه على مقاومة الفيروس، ويستمر العمل على تطوير لقاح مضاد للفيروس، ويأمل الباحثون أن يبدأ تجريبه على البشر قبل نهاية العام الجاري. كما تختبر المستشفيات فعالية العقاقير المضادة للفيروسات كي ترى مدى تأثيرها في علاج هذا الفيروس. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كيف بدأ الفيروس؟ الفيروس ليس جديدا حيث كان يصيب الحيوانات، لكنه جديد بالنسبة للبشر بعد أن أصبح بإمكانه الانتقال بين أنواع مختلفة من الكائنات. ويرتبط الكثير من الإصابات الأولى بسوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان في جنوب الصين. ويتعامل الكثير من الناس في الصين عن قرب مع حيوانات حاملة للفيروسات التي يسهل تفشيها في البلد ذو الكثافة السكانية العالية. على سبيل المثال، ظهر مرض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد السارس لأول مرة في الخفافيش، ثم انتقل إلى القطط ومنها إلى البشر. وبدأ وباء سارس في الصين عام 2002، وحصد أرواح 774 شخصا من بين 8098 مصابا. الفيروس الحالي هو واحد من 7 أنواع معروفة لفيروس كورونا، ولا يبدو أنه يتحور حتى الآن، ولكن في الوقت الذي يبدو فيه الفيروس مستقرا يواصل العلماء مراقبته عن كثب. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم في الجزء الثاني من برنامج تعليق على الحدث إلى برنامج خاص وتوعوي حول الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. وقانا وإياكم شر الأمراض والجوائح. وقبل الختام مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.